السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين؟ كي بقيتو مزيان؟ كيف مشيتو معايا اليوم؟ فكره اليوم او الشكل ديال اليوم او الشهيوه ديال اليوم هي طاغط الكنافه. طاغط الكنافه اللي كتجي غزاله البنات، مقرمله مقرمشه كتهبل. هنايا البنات راه جبدتها سخونه من الفران وكنسقيها بالعسل. كيف ما شفتوا معايا قطعتها كتجي معلكه غزاله، وديك الكنافه كتجي مقرمشه. يا سلام. يلا البنات نشوفوا المقادير مضبوطه. واحد لوبول نديرو فيه 4 ديال البيضات، غادي نطربهم مزيان مزيان البنات. غنضيف لهم شويه د الملحه كيف ما شفتوا معايا، وغادي نطربهم غير بالطراب اليدوي اللي ما كتستاهلش يعني تضربي تماره اولا ديري واحد المجهود فيها كتير. غنضيف عليها 4 كاس ديال سنيده كيف ما شفتوا، وربيع كاس ديال الزيت، وغادي نعاود نطربها غير بيدياتي، يعني ما كاينش طرب كهربائي اولا شي حاجه. كيف ما شفتوا ما كاينش مجهود كتير. من بعد البنات غادي نضيف عليها كاس ديال الدقيق بالعبر ديال العنبه غربلتو بالغربال، وغنضيف عليه 2 ديال الخمارات حمر و2 فانيات فقط. وغادي نعاود نخلط مزيان البنات كيف ما شفتوا معايا. 2 خمارات بحجم 8 غرام و2 فانيات. الا عندك الفاني ديال الزهر حتى هو كيجي ممتاز البنات، كيعطي المذاق والريحه كيجي زوين. يا سلام. فقط صافي. ومن بعد كنعاودو نطربو داك الدقيق مع الفاني مع الخميره مزيان غير بيدينا دغيا كتخلط معنا، وكتجي ساهله يا البنات ولذيذه بزاف بزاف. غادي نستمر على التحريك ديال الكيك ديالنا او الطاغط ديالنا حتى غتخلط معنا مزيان. من موراها غادي نضيف اللوز اللي هو بالقشر ديالو حمرته غير شي شويه، 2 كيسان ديال اللوز حمرتهم وطحنتهم في الهشوار. بهذه الطريقه كتجي لا طاغط معلكه بزاف بزاف. غنضيف 2 كيسان كيف ما شفتوا معايا، وغادي نستمر في التحريك ديالي مزيان البنات غير بيدي، وكتجي معلكه واحد التعليكه ما نقول لكمش عليها. صافي فقط. موراها غادي نمشيو نحطها هي على جنب ترتاح شويه، وغادي نمشيو ناخذوا الكنافه ديالنا. بالنسبه للكنافه بالنسبه كما قلت لكم الكنافه غناخذوا 500 غرام. غادي نلبسوها ب2 معالق ديال الزبده، غنقطعوها بعدا قطعات صغيورين، 2 معالق ديال الزبده و2 ديال الزيت، وغادي نلبسوها بهم مزيان ديك الكنافه ديالنا. من بعد البنات غادي نشدو ديك الكنافه وغادي ندهنوا الليمون اللي عندنا، وغادي نفرشوها مزيان مع الجنيبات من بعد ما فتتناها ودهناها، وغادي نهبطها مزيان بالكويس في القاع الليمون، وغنضيف عليها الكريمه ديالنا بهذه الطريقه هذه. كيف ما شفتوا معايا الكريمه جات معلكه البنات وغزاله، وحتى ريحه الفاني طالعه منها وريحه اللوز كتشهي. يا سلام ما نقولكمش عليها. بهذه الطريقه هذه وغادي ناخذوا اي حاجه نزوقوها بها، الكاوكاو او اللوز ايفيلي او اي حاجه اللي عندكم في الدار موجوده، غادي نشدوها ونزوقوها بها من الفوق. صافي. وغندفعوها للفران تكون العافيه مهيله بزاف بزاف بحال غنطيبوا الكيك ديالنا، وغنحطوا العافيه تحتها حتى تحمر مزيان وتقرمش وطلع لنا الحموره ديالها من الجناب. نشوفوا الكنافه ديالنا تحمرات مزيان، وديك الساعات غنشعلوا عليها من الفوق تحمر معنا كذلك عاوتاني من الفوق،
وديك الساعه غادي نجبدوها سخيخنا ونسقيوها بالعسل ونقدموها بصحه وراحه. وهذا هو الشكل النهائي ديال طاغة الكنافه ديالنا اللي كتجي مقرمشه البنات ومعلكه وغزاله. ما نعاود لكمش على التعليكه. بصحه وراحه.